واستقبلوا الحياة بيقظة لابد أن يتسيدوا، زي ما قال ربنا جل جلاله. قلنا لكم قبل كده في سورة الأنبياء، ده قاعدة وقانون. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، الزبور يعني الكتاب، من بعد الذكر، والكتاب هنا المراد به القوانين المكتوبة المبثوثة. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض، يعني قيادة الأرض، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. قلت لكم قبل كده أظن الإمام البيضاوي قال الصالحون لعمارتها. اللي قاعد بيلعب بالبيضة والحجر ده والتانيين قاعدين يتفرجوا، خلوكم قاعدوا تتفرجوا، وهيفضلوا يعملوا إراداتهم فيكم. يا إخوانا ده حاجة والله أفزعتني النهاردة وأنا بقرأ. يا إخوانا السودان نفسها فيها 80% من إنتاج العالم من اليورانيوم. يا إخوانا قلت لكم الدكتور العاب الله يكرمه لما راح السودان وجه وقال لنا إن في دنقولة ولا دارفور بيحلف بالله عروق النحاس على وجه الأرض. أجود أنواع البترول موجود تحت السودان. كان أستاذنا الله يرحمه زغلول النجار ما بينكت كده مش حاجة كده تلفت النظر. البترول جاي كده من ليبيا على السعودية وينزل من تحت مصر ويروح يطلع علشان في الحجاز والخليج. طب يا أخي اخرم له خرم هيطلع لك اللي جاي. إنما يعني بيقول، وانا بقرا النهارده والرساله اللي بعض المراسلين بعتها لي، او المراسلات وما ان اكبر منطقه فيها احتياطي بترول دلوقتي في السودان. لهذا جايبين لك من حميدته بقى، فحميدته مش جايب بلاش ومش جايب ارادته. حميدته زي حفتر لوتو، زي الدنيا بتمور بالإرادات المتعاركة والنظرات المتصارعة والهمم المتقاتلة. اما يجي، انا ما جبتش الكتاب ده كنت عشان انما خلاص المرة الجاية ابقى اوريه لكم. في كتاب اسمه رؤى مستقبلية تبع عالم المعرفة بتاع سلسلة عالم المعرفة رقم 270. يقول لك المعرفة البشرية الآن، المعرفة البشرية تتضاعف مرة كل 10 سنين دلوقتي. كل 10 سنين مجموع المعارف دي، يعني إن شاء الله كمان 2 3 ما ده بقى عندك قد إيه؟ ده مش هيجيب لك فلوس البتاع كوسمو ده ولا اسمه، مش هيجيب لك فلوس. اللابتوب مش اليوتيوب ده مصيبة تانية. اللي بتتضاعف كل 10 سنين بتتضاعف. على ما بنيجي نفكر، انا ليه عيل من العيال الصايعه قدام الناس يقول بتاع ده اسمه كان اسمه البتاع ده لا المحمول ده اسمه ايه ماركته ايه؟ ايفون. الايفون. كان واد ثبت ان هو رقيع يقول لي انا عارف انت جايب الفلوس دي منين. كان ايفون نمره بكام ده؟ نمره مش عارف 80 دلوقتي ايفون 13 و12 و10. وصل كام دي؟ 17 دلوقتي. ده انت على ما قلت 17 13 نزل معانا. ليه هم والادوات اللي فيه كلها اللي بتجمع في الصين من الرمل الاسود اللي عندنا. مش عايز اتكلم اكتر من كده. فالمعرفه البشريه تتضاعف مره كل 10 سنوات، وعليه العقد الماضي ال10 سنين اللي فاتوا دول تجمعت فيها معارف علميه اكثر مما خلفه التاريخ البشري كله. ايوه انا عندي المجموع بتاع اسمها مجله المنار بتاع رشيد رضا عندي كامله الحمد لله رب العالمين. كنت اقرا كان رشيد رضا بيكتب الخبر اللي جه من القسطنطينيه ولا من بيكون الخبر بقاله شهر. ليه؟ على ما جاله المجله ما تصدرش الا كل شهر. على ما كتبه وجمع ده وده الدنيا
الحرب العالميه انتهت واحنا لسه وهو بيكتب لنا لسه ان دوله الخلافه زاحفه، ودوله الخلافه انتهت. دلوقتي انت عندك دلوقتي المعارف المتراكمه دلوقتي بتسمح لك ان انت تفتح على اي بقعه في الارض وتتابع الاحداث فيه، بل وفي الكون احيانا. فالمعرفه البشريه عند هؤلاء تتضاعف مره كل 10 سنوات، وقدره الكمبيوتر بتتضاعف كل 18 شهرا، كل سنه ونص قدره الكمبيوتر بتتضاعف. طب انتوا بتعملوا ايه؟ اسال الحيوان بتاع السيد البدوي، اسال القرد بتاع ابراهيم الدسوقي، اسال العرسه بتاعت السيده مش عارف مين، هذا صح ده فين؟ احسن يقولوا في السيده ولا حاجه. انت عندك ده ليله مولد بكره هتبقى سود على واحمد ربنا ان انت ما بتجيليش لان ليله المولد بكره. انتوا قاعدين لايه؟ للموالد، دول قاعدين لايه؟ للمعارف. من هنا كان سيدنا الشيخ الغزالي كما قلت لكم مبتهج بنظرة العقاد في قضية التفكير، وإن التفكير فريضة إسلامية، واللي بيضيع التفكير وبيعطله بيكون مثل الذي عطل الصيام، عطل فريضة الحج، عطل فريضة الصيام، عطل فريضة الجهاد. وده حقيقة زي حقيقة، وأنا قلتها لكم قبل كده ويمكن هاجي على أطرافها بعد شوية. الغرض الكمبيوتر بتضاعف كل 18 شهر. الانترنت بقى، الانترنت تتضاعف مرة كل عام. هيجي بقى في دلوقتي اعلانات بتجيلي، بس انا لسه لازم اسال فيها. بيبعتوا يقولوا افتح كذا واعمل كذا هتاخد نت ببلاش. طب هخش بقى على انا هعمل معادلات رياضيه، هلقط من هنا ومن هنا ومن هنا. فقدره الانترنت بتتضاعف مره كل عام. الراجل نفسه اللي كان هو في استاذ في لوكسمبورغ بيقول ايه في الهيصه دي كلها؟ بيقول لنا اللي بيحصل ده كله دي آلام المخاض